ممكن تقول لي بقى هنعمل ايه في اللطه اللي احنا فيها دي؟ اسمع، مين اللي هيتكلم، انت ولا هو؟ انا امبارح طبقت على رأفت الهجان وجمعة الشوال والسقوط في بئر سبع، وعرفت هنعمل ايه. هنعمل ايه يا اسامه يا انور يا عكاشه؟ جمعة الشوال لما حب يدخل اسرائيل عمل ايه؟ عمل اسرائيلي. رأفت الهجان لما حب يعرف كل حاجة عن اسرائيل عمل ايه؟ عمل اسرائيلي. احنا بقى عشان نخش الجامعة دي هنعمل ايه؟ لا انا مش هقول اسرائيلي يا سمسم عشان هتبقى اجابه متوقعه وكليشيه قوي. يا ابني اسرائيلي ايه اللي هنعمله؟ انت تعمل اسرائيلي ازاي؟ انت اسمراني وبدقن كده. ايه ده، مفيش اسرائيلي اسمراني وبدأ؟ وما عندكش الخنفه بتاعت الاسرائيليين دي. طب اسكت انت والنبي بنضارتك دي ما تتكلمش. عارف نينو؟ نينو ابن متشولح؟ يا نهار اسود، هو نينو كان بيتشولح؟ لا مامته كانت بتتشولح. طب بص احنا هنعمل ايه بقى؟ ايه؟ احنا هنجيب واد كده مطقطق حرامي كده وبتاع حركات، يكون علاقاته حلوه باليهود بتوع مصر زمان، بحيث ان احنا لو خدناه من وسطهم ورجعناه تاني محدش يحس باي حاجه. نزرعه في الجامعه وناخد الميكروفيلم. طب معلش يا سمسم، ممكن اسال سؤال؟ احنا ما ينفعش نجيب حد شبه مدام ايمان الطوخي اللي هي كانت عامله استر بولينسكي في رأفت الهجان، لان دي اكتر واحده انا كنت بركز معاها، وبعد المسلسل اتفرجت على انا من النظره الاولى شفت الدنيا بلون الورد وبقيتني في حبك ممنونه. يا ابو يا حبيبي يا حبيبي، احنا هنقعد ناخد من مسلسلات ونحط في حياتنا، احنا كده بنهبل. طب انا عندي فكره. ايه ده؟ ده نينو؟ طب انت هنا من امتى؟ ما تعملوا طلب الجامعه. انت هنا من امتى؟ يعني انا كنت واخد قيلوله كده وصوتكم قاعد يصحوني. واخد ايه؟ قيلوله. اعملوا طلب الجامعه، اعملوا طلب الجامعه. مش عارف، انا حاسس كده ان كأني في صوت جوايا بيقول ان احنا نعمل طلب الجامعه. طلب الجامعه ايه يا سمسم، انت مجنون؟ انت هتمشي ورا الواد ده ولا ايه؟ طلب الجامعه يعني ايه؟ يعني اذاكر، ادخل الجامعه واقعد اذاكر وابدا بقى اتعرف على بنات وافتح سكه مع واحده اقول لها هاتي كشكول المحاضرات بتاعتك ونتصاحب، وتبدا هي بقى تتضايق من شيرين علشان شيرين بتتكلم معايا كتير، فتبدا تقفش عليا واقفش عليها واكتئب واخد المايك في رحله فايد واقعد بقى اقول لها الامير يمكن ان يخاصم الاميره ولكن الاميره لا يمكن ان تترك قصرها، فتبدا البنات تصوت ونتصالح ودبلر. لا مستحيل. لفه كبيره. بعدين انت هتمشي ورا عيال صغيره ولا ايه يا سمسم؟ لا. انت عارف اللي بيمشي ورا العيال الصغيره بيحصل فيه ايه؟ ده بيروح في 60 داهيه. غالبا هو ده اللي بيتشولح بقى. البط يقوم فرحان من النوم يغطس وهوبا يشب يأتي اللعب في وقت سمسم تعمل ايه؟ ايه يا حبيبي اللي بتسمعه ده يا بابا؟ ايه اللي اتس ايه ده؟ هوبا يشب في وقت اللعب يا حبيبي اصلا ما فيش حد في جامعه بيسمع هوبا يشب يحب اللعب في وقت اللعب، ده قديم قوي ده. whatever ايه؟ whatever. سمسم اعدل يا سمسم بدل ما اقسم بالله باللي في رجلي وهديك، دي مش طالبه غباوه. ما انا هو مركز معاك اهو. احنا جايين عندنا مهمه نأديها. يلا خلاص تركز علشان والله العظيم 3 هتتغابى اديك بالجزمه. طب خلاص بقى، مش كده، مش قدام الطلبه. اسمع، انا ضربت كرنيهين، واحد ليا واحد ليك، تعرف بقى دي لعبتي. انا فاكر ايام الجامعه ما كنت بضرب لك كرنيهات انت فاهم يا حبيبي. المهم انا سميت نفسي عز الدين الحسيني. حلو. وسميتك انت نيازي مصطفى. طب وليه انا ابقى نيازي في الجامعه يعني؟ ليه يعني؟ وابقى بونبونات الجامعه وكل اللي رايح واللي جاي يا ريته هيقول نيازي. ما اعرفش، انا لقيتها افيه ان انت نيازي يعني. ايه لقيتها وانت قاعد بتضرب كرنيهات كده ما بتفكرش غير في نيازي؟ خلاص يا عم عز. ماشي خلاص طيب. يا عم عز. المهم بس مش طالبه اي لخبطه جوه. مش انا عز الدين الحسيني، انت نيازي مصطفى. خليها نيازي بس عشان نيازي مصطفى، مش طالبه لخبطه. اللي هنقلع جوه والله العظيم اي لخبطه هيقلعونا. مفيش يا ابني مجال لحاجه، ما هو خلاص. ماشي. واهم حاجه الثقه بالنفس. انت لو دخلت بالثقه بالنفس اصلا ممكن ما اسالكش عن الكرنيهات. خلاص انت مين؟ نيازي مصطفى. وانا عز الدين الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل الكارنيه بقى، خليك ما تبقاش مفقوس. صباح الخير يا كيمو، عملت ايه ببولت الاستيميشن امبارح؟ اوعى تكون طلعت كوز. حبيبي انسه زينه، صباح الخير، سلام للدكتور واذكروا لنا كتير. ايه ده حافظهم بعائلاتهم انا خايف وانا داخل يسالني يقول لي بابا طارق كان اخباره ايه ويقول لك الوصيه عامله ايه وكده اقول لك انا لسه قايل لك ايه الثقه. انت لو دخلت لعلمك بثقه ممكن ما يسالناش عن الكرنيهات اصلا. ماشي خش دخلت ثقه وانت نيازي مصطفى. انا عز الدين الحسيني. اي غباوه والله بالجزمه. خلاص بقى يا ابو سهل. يلا.
استنى انت هو رايحين فين؟ رايحين فين؟ كرنيهاتكم معانا معايا. طبعا كرنيهات. هات. اتفضل. مين فيكم نيازي؟ سمسم. انتوا اغبياء خالص. ايوه هو المفروض اوديكم مكتب الامن، طبعا. بس انتوا عشان دمكم خفيف هدخلكم، مش عايز مشاكل. تمام. اتفضلوا حبيبي. صباح الفل. الله يخليك. تنتن. انتوا حبوا ابو. ابو، انت عارف ان النهارده اسعد يوم في حياتي؟ هتسلمني العريسي ولا ايه؟ لا يا ابو، النهارده بشوفك وانت داخل اول محاضره ليك يا فاشل. يا عالشعور الجميل. سمسم انا بحبك قوي. لا استنى هتقول يا نيازي عشان ما نتفضحش، مش عايز غباء. انت هنا في سوري. مع الحب مع كل حاجه تاني. تمام. سوري نيازي، انا بحبك قوي قوي. نيازي انا مش عارف، انا لو ليا ابن ده حقيقي مستحيل كان يبقى بالحنيه والجدعنه دي. عشان خاطر قله ادبك دي وقذارتك عايز اقول لك شويه نصايح تعملهم يا ابو ارجوك في اول محاضره ليك. بليز. جو الافلام والباشا تلميذ وحازم حازم وبسيوني بسيوني الكلام ده فاكس ما بيحصلش. انت هنا في ارض الواقع، حاجات كلها واقعيه. الروتين اللي بيحصل كل يوم، اللي هو مثلا تخبط في واحده زميلتك، الكراسه تقع منها، توطي تجيبها، تبصوا عينيكوا تيجوا في عينين بعض، تحبوا بعض، تتجوزوا بقيه عمركم. ده بيحصل ده واقعي ورخيص. الله طبعا والله الحمد لله. ده اللي هو بيبقى في المكتبه. ايوه ابتديت تحس المسائل اهو. الله تمام ماشي، كده؟ ماشي الحمد لله. تاني حاجه فكره بقى ان انت تعبت في الثانويه العامه فترتاح في الجامعه، ده فاكس. ما بيحصلش لا ده. خالص بقى، ده انا اهو دخلت جامعتين وعارف. طب انا ما تعبتش اصلا في الثانويه العامه. يبقى هترتاح هنا. ماشي الحمد لله انا ما تعبتش. اخر نقطه بقى وانت قاعد في المحاضره يبقى شكلك مركز. اركز مع الدكتور جدا. لا اوعى تركز، يبقى شكلك مركز. ليه؟ لان الدكتور بيسال الطالب اللي شكله مش مركز. ايوه ده لا فهمتها دي انا طب سؤال بقى. سؤال. انا احب الطالب اللي يسال. افرض مثلا ان انا لقيت نفسي مركز غصب عني. لا تتعب بقى، ما ينفعش، تخسر كتير. ليه بقى؟ لان انت بتقعد في التعليم 18 سنه وبعد ما بتخلص بتاخد كورسات شهر ونص عشان تشتغل، فهتركز ليه؟ خلاص يبقى انا ان شاء الله يعني لو لقيت نفسي مركز استغفر الله العظيم او مستعيذ بالله وارجع ما اركزش شكل بس. ماشي. اقدر اقول دلوقتي ان انا اديت رسالتي؟ اخر سؤال. اتفضل. الامتحان بيبقى ليه علاقه بالمنهج ولا؟ يلا يا ابو اخلص. محاضرة النهاردة تكملة للمحاضرة اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن سرعة الضوء. وسرعة الضوء سرعة قصوى تنتقل بيها الأجسام في الفراغ. إيه ده؟ أهلاً شرفتوا يا بهوات. شرف لينا يا دكتور والله، مش عارفين نقول لك ايه يعني. بنسمع حضرتك كل سمع خير والله يعني. بس حضرتك مش عجوز يعني قوي زي ما قالوا. سيبك الشعر الابيض ده، شباب القلب يعني وبتاع. بس حضرتك خاسس عن ما سمعنا. يقولوا دايما كده، يقول لك الدكتور يعني كان مليان سنه. لا حضرتك خاسس. كرنيهات. اتفضل. عز الدين الحسيني. فندم. إيه ده؟ نيازي مصطفى؟ يعني يا نيازي حضرتك مش سمسم. العظيم في ناس تفتكرها سمسم. أهلاً بجد شرفتونا وأسعدتونا. ربنا يعزك يا دكتور والله، الله يخليك. طبعاً أنتوا عارفين شعاري. معلش يا دكتور ثانيه واحده عشان موضوع الشعار ده انا هكتب. اتفضل حضرتك. قول بحرك الشعر. لان ده ممكن يجي منه. طبعا. الحسنة تخص والسيئة تعم. معروف. بما ان البهوات دخلوا بعدي البهوات دخلوا، فانا مش هكمل شرح. تمام. ودلوقتي حالا كويز مفاجئ. درجاته هي درجات الميد ترم واعمال السنه بالكامل. بدأ خلاص بقى ايه بدأت تعم اهي. سؤال يا دكتور، ماشي حضرتك تحب تزود حاجه مع الكويز عشان انا ده لاست اوردر لازم اقفل. ده اخر اوردر.
اتفضلوا اقعدوا. انت هتاخد بطاطس؟ لا انا تمام، مو حاجه ساعه دايت. يا رب ارحمنا بقى من البقر اللي بنشيل غبائهم. الله يعزك يا حبيبي، وان شاء الله نبقى زملاء سعداء كده ونتبسط في الدراسه مع بعض. بقول لحضرتك، هي دي فيزياء؟ ايوه هي دي بقى. بقول لك ايه، هو انا حليت كله بس عايز اتاكد من حاجه. هو مش الميد ترم ده نهر في الكونغو؟ اموت في الكونغو. هنعمل ايه؟ بقول لك يا اسطى، معلش سؤال كده، هو اللي عايز يخش مكتب الدكتور حسين المقرمش يعمل ايه؟ ده بخصوص ايه؟ بخصوص درس خصوصي. احنا مجموعه من الطلبه عندنا مكان وورق وكربون وناقصنا الدكتور. ايه يا ابو درس خصوصي ايه؟ ما اقول لك انا اشرح لك اللي انت عايزه من اولها درس. اسكت يا غبي. انت عشان تخش بس يا غبي. خصوصي. بس يا غبي. درس خصوصي. لا انسوا، هو ما بيدخلش مكتبه غير الاوائل بس. الاوائل. احنا لسه مهبلين في الامتحان اللي قاعد اقول لك عليه اعمال السنه. لا ده هو كل مره بيقفش ويقول الكلمتين دول، لكن الامتحان المهم كمان اسبوع. احلف. ده بلح ده. بلح. طب يا حبيبي يا ما أنت كريم يا رب. متشكرين يا روش. شفت جبت من لغته ازاي؟ روش. ايوه شوف الولد انبسط اصلا. يا ابني ما تقولش الكلام ده يا ابني، وحيطرة هيضحك عليك. حد بيقول روش دلوقتي؟ بيقولوا روش طحن. مفيش يا ابني الكلام ده قديم. ده عامل زي البط يقوم فرحان من النوم اللي انت كنت تسمعه واحنا داخلين دي. ده خلاص كده؟ مفيش، ما بتتقالش. بيقولوا يا اسطى دلوقتي. متشكرين يا اسطى. خلاص بعد ايه بقى، تعالى هنا. بص بقى يا معلم، قدامنا اسبوع اهو، وقت مش كبير، نقعد نركز نذاكر نلم نتفوق نقابل. بص يا سمسم، انا عايزك تشيل نون الجماعه دي من قاموسك. مفيش حاجه اسمها نذاكر ونقعد انت بقى انت اقعد انت لم ذاكر. انا مش هعمل الكلام ده. ابو ده كان زمان، دلوقتي في نون الجمع. نذاكر. انا مش هذاكر يا سمسم. نقطم. مش هقعد انا. نهري بقى نهري. مش هينفع. نروح. طب نمشي كده طيب. نمشي. رايح له الكوافير، انا فتله شعري بقت زباله. نفتت. اطراف مقصفه، انا مش هينفع ده. نقصف. ابو. يلا بابا حبيب سمسمه. حاضر. عندنا مذاكره. حالا. بابا سيدي انا يلا. أهو. ابو يلا. بس بقول لك ايه. بص سمسم، مبدئيا كده قبل ما نبدا، علشان بس تبقى فاهم، انا ليا طقوس معينه في المذاكره. يا ابني طقوس ايه؟ انت عمرك شفت مذاكره ولا عرفت اللي احنا بنعمله ده في حياتك؟ بقول لك ايه، عملت بيبي، كلت، كلمت قرايبك، هرشت، كل الحاجات اللي احنا بنعطل بيها القعده دي خلصها لي. لا بقول لك مفيش وقت للكلام ده خالص. انا لو اتزنقت هعمل بيبي على نفسي هنا وخلاص. يا ريت ماشي. يا ابو طقوس. استنى بس راجع بقى الحاجه. القلم اهو، القلم الجاف، المسطره يا نهار اسود، انا مش هينفع اذاكر. ايه يا ابني في ايه؟ مفيش برجل. واحنا محتاجين البرجل في ايه النهارده؟ ولا هذاكر التاريخ ازاي؟ ابو ده اسبوع هنلم فيه المنهج، ممكن نبدا. ماشي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل يا رب. خش بقى. يلا بقى حماسه بقى. حماسه. شوف يا سيدي، الباب الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. مصادر. سمسم، هو ليه اسمه الباب؟ ليه الباب الاول يعني؟ علشان ده الفصل الاول، واي فصل في الدنيا بيبقى له باب. بتدخل الفصل منين؟ من الباب. بس تفتح الباب تدخل. طب ما الفصل فيه شباك، ليه ما قالوش الشباك الاول؟ عشان احنا ناس تفهم في الاصول، احنا يا ابو ندخل الفصول من بابها. تصدق صح. فاهم قصدي؟ انت لو عندك بنت يرضيك حد يجي يخش البيت من بابه. صح. والمنهج نخشه من بابه. ايوه صح يلا. انت صح. بمناسبه الشباك والباب كان مش حر شويه؟ يا ابني انا بشر. بص انت باين عليك. بص شغل التكييف. ايه ده؟ ده ريموت التكييف. ده مش ريموت التكييف يا ابو. ده ريموت التلفزيون. يا نهار اسود. ايه؟ انت عارف بقى ان دي مصيبه؟ ليه كده؟ انا خلاص طالما مسكته لازم استخدمه. ده زي المطوه كده، طالما فتحتها لازم تتظفر. طب خلاص زفر. هضطر افتح بقى التلفزيون زفره. ايها الناس، المكنه طلعت قماش. لا يا شيخ. الله، عائله زيزي. شوف النبي. يا لهوي، انا صغرت بقى كده. يا بجد. اشوف ده والله ابقى صغير ارجع تاني. انا بقول لك ايه، انا كل ما بيجي بتفرج عليه. طلعت قماش.
ماشي موجود على اليوتيوب. ماشي بس له طعم هنا يا اخي ايه ده قوي. طب اقفل بقى يلا عشان نرجع. لا استنى بس، يعني هو فاضل لي تلت ساعه ويخلص. لا ابو احنا الوقت ما يسمحش بالكلام ده. اسمع بس، اصل هفهمك حاجه. انت عارف ان احنا لو اتفرجنا على عائله زيزي ده يخلي المود حلو جدا في اللي جاي كله. نبدا نذاكر على النظافه بقى. بريك سريع كده يعني. اهو تلت ساعه. ابو كلام رجاله. ولا في ايه يلا تلتايه دي ونرجع بقى نفرم. انا هاكل الورق ده. طيب يلا. صدقني حصرتين 3 عليا. 4 هي بتاع 4 يا ماما. يا ابن اللعيبه. اصغر انا على طول. وانا برضه. الامتحان كمان كام ساعه يا ابو؟ الامتحان كمان كام ساعه؟ ليه؟ ايه لازمتها بعد عائله زيزي نطلع السخنه؟ ليه؟ انا مش عارف الوقت ما فيهوش بركه كده ازاي. الوقت عدى كده يا سمسم. معقوله الخمس اجزاء بتوع الليالي الحلميه يخلصوا في ثانيه كده؟ احنا اللي عملنا في نفسنا كده. انا اللي عملت في نفسي كده. ابو انا خايف. ما تخافش بس تعالى نعمل ملخصات. ما كل اللي قدامنا دول هم الملخصات. ابو ضمني وطمني. انا بجد خايف. يالا ما انت شوشني يالا كده وتشد نفسك فيه ايه؟ انا عرفت هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ هنبرشم. خلاص هنبقى مدمنين. يعني تسيب الوصيه بقى وكل حاجه ونضيع مستقبلنا نمشي في الشوارع كده بالبرشام كل حاجه. بس ما هو انت غبي. ما هو انت حتى لو كنت دخلت الامتحانات كنت هتسقط عشان غبي. يلا نبرشم، يلا نبرشم المنهج كله نحطه في ورق صغير ورق صغير كده وننجح كده. يلا سعيد. طب بتعوز قلم صغير برضو ولا بتعمل ايه؟ نكتب بقلم كبير عادي بس في ورق صغير. تكتب المنهج بقى. لا عمري ما عملت كده. اندب زي الولايه. سامحني يا رب. الباب الاول. الشباك. يا الحمد لله الامتحان كان سهل مشي حاله الحمد لله. الشكر لله. بقول لك تيجي نراجع الاجابات كده بسرعه مع بعض. لا يا ابو انا بتوتر من موضوع المراجعه والحاجات دي. بلاش. انت السؤال الثالث طلع ايه معاك؟ انا طلع معايا 412. انا طلع معايا احمد عرابي. 412 شارع احمد عرابي. انا طلعت معايا احمد عرابي. ما اعرفش. ايوه يا ماما. ايوه يا حبيبتي. انا لسه مخلص امتحان الفيزياء دلوقتي. امتحان الفيزياء ازاي وانا الاجابه طلعت معايا احمد عرابي؟ ما اعرفش بقى يا ابو انت رحت عنوان غلط تقريبا. بص الحمد لله المهم انا مليت الورقه ورسمت الرسمه دي خدلت لي دراعي. لا ثانيه واحده. هو الامتحان كان فيه رسمه؟ يا حبيبي في السؤال الرابع. نهار ابونا اسود. هو كان فيه سؤال رابع؟ ابو في ظهر الورقه فيه سؤال رابع. يا نهار اسود. لا فهمني بقى انت عملت ايه؟ طب انت عملت ايه في الامتحان؟ ما اعرفش ان في سؤال رابع. طب ما احكي لي. طب امال عملت ايه؟ انا كده ضعت. انا كده او لا انا على فكره ما ضعتش ولا حاجه. انا السؤال الاول والثاني انا مجاوبهم اجابات نموذجيه من البرشام. فالحمد لله كده ربنا هيدينا على قد تعبنا في الحته دي. ان شاء الله. بقول لك هو مش التسطير والخط عليهم درجه؟ يا حبيبي عليهم درجه. وموضوع التعبير ما حدش بيجيب فيه فول مارك معروفه. مش مشكله. انا سطرت الورقه وكاتب خط كويس وعملت زخرفت كده في الاركان. هو انت اللي زخرفت في الامتحان؟ انا اصل انا سمعت حاجه كده. ايه ده انت اللي زخرفت؟ انا اللي زخرفت. طب تصدق بقى ده فعل حلو. الحمد لله. لان الحاجه دايما تقول لي لو حد زخرف يوم الامتحان بيبقى ان شاء الله ربنا بيكرمه وبنفرح وكده. بجد وحياه بتبقى فرحه. طب والله كويس. انا ده بالصدفه ان انا زخرفت. لا حلو ان انت الحمد لله ان انت زخرفت. عرفت تزخرف الاركان كده. ما اعرفش جت معايا. ارتحت حسيتك مرتاح. حسيت عايز ازخرف الاركان. الحمد لله. بجد انت اللي زخرفت؟ ايه يا حب نقول مبروك؟ الله نبل الشربات ولا ايه؟ يلا شوف استنى بقى اصبر بقى مش ناقصه توتر. شوف انا مش شايف. بس استنى هشوف اهو.
ده مفيش فرحان في الدنيا لا. زي ما نجحنا يلا. لا ما دام عملت دي يبقى احنا كده تمام. الحمد لله انت كريم حمدا كثيرا اللهم حمدا كثيرا يا الهي. الحمد لله. انت عارف والله تعبنا ودينا بالله. طبعا تمام. الحمد لله. بقول لك ايه، شوف رغم ان احنا يالا لاعبين بس الحمد لله عشان احنا اذكياء ربنا مدينا ذكاء فطري في وقت قياسي لمينا كل حاجه. طب عشان انا حطيت عليك في المجموع صح كده؟ الحمد لله. عمال تجري تنيل اجري، احنا جايبين زي بعض بالظبط. المجموع ايه يا ابني؟ التفاصيل دي بتفرق معايا. يا رب حمد كثيرا، احنا اتنين جايبين 10 من 10. يا فرحه كبيره يا رب، كل التعب بيهون دلوقتي. احنا الاثنين 10؟ ايوه احنا اتنين جايبين 10 من 10 الحمد لله. النتيجه من 100 يا ابو. احنا جايبين 10 من 100. فرحان ليه؟ بتعمل كده ليه؟ الدكتور ادانا كحك. ايه ده الدكتور وزع عليكم كحك وانا مش موجود؟ اقسم بالله ما خدت حاجه والله ما كده. انا بحب ابو ملبن ده شيل الملبن ده من وشي يا اخي. احنا سقطنا يا ابو. انت ساقط. بس طب خلاص بس بقى خلاص يا ابو. انت عارف كل حاجه. بص مبدئيا كده طبعا قدر الله ما شاء فعل. احنا بذلنا المجهود اللي علينا، احنا برشمنا مظبوط وعملنا كل حاجه. فلو قعدت تركز في فكره انك انت يا قاسي. ايه طب ايه خميس فين؟ مش قال هيقابلنا هنا ولا ايه؟ معرفش، يمكن عشان جاسوس بقى فهيجي بطريقه خطيره. يعني ممكن ينزل من على الهليكوبتر كده من غير ما حد يشوفه؟ حاجه صايعه يعني. ممكن والله. السلام عليكم يا بلديني، تعال دوروا على خميس. اخس. هو مش فاهم ان هو اهبل وعبيط وان احنا هرشينه ولا ايه؟ نقول له انه اهبل ولا نسيبه ونكسر بخاطره؟ معلش هو بذل مجهود واشترى شنب من عند محمد الصغير وصرف وكده، فمش حاجه. جرى يا بلدينا منك ليه عم بنكلمك يا راجل؟ انتوا عم تدوروا على خميس؟ مش لاقيين خميس. بندور على خميس. مش فين خميس يا ترى؟ انا مش شايفه ليه؟ مش لاقيين واحنا خميس. طيب واللي يدلكم على خميس تدفعوا له كام؟ اللي انت عايزه يا حاج يا بواب يا كبير في السن يا غريب. تعالوا وراي. ده اهبل هبل خطير. طب هو احنا ايه اللي مخلينا بقى ماشيين ورا واحد معتوه زي ده؟ لا ايه ده؟ خميس؟ معقولة؟ ايه الثعلب المكار ده؟ ايه ده؟ انت؟ في شنب تاني، في شنب ده تاني. بتاعي يا مغفل. ايه ده خميس؟ انت يخرب بيتك، انت تنكرك تحفه، ده انت متقن قوي. مش قلت لكم الجاسوس ب1000 وش؟ يالا. طب معلش سؤال يعني، هو انت ليه عامل كده؟ اصل عامل كمين. كمين لمين؟ كمين بقول لكم لبتاع تيجوا نكمل اللعبه دي اللي هي اخر كلمه ونكمل كلمه جديده. انت قلت كمين لمين، انا اقول لمين سمين. ميرفت امين. لا هو ما خدش السمين كده. سمين لمين؟ سمين فيتامين. لا ازاي؟ انت فيتامين. قصدك بس ما تلخبطونا. عامل كمين بتاع الدليفري اللي طلع العماره ديت، المكنه بتاعته اهي وكهربت له مكانته. انت عارف بالهبل اللي انت بتعمله ده في كام اوردر متاخر دلوقتي؟ ما يتاخر ولا يتحرق، انا مال اهلي. انتوا عارفين بتوع الدليفري دول بيبقوا وراهم ايه؟ الدليفري ماله بس؟ المهم انتوا كنتوا جايين لي ليه؟ في ايه؟ بقى ايه كنا جايين له ليه؟ قول له. في ايه؟ ما تخلصوا وتتكلموا. طيب بص، احنا سقطنا في الامتحان، ما عرفناش نخش للدكتور مكتبه فما جبناش الميكروفيلم. سقطتوا؟ الله يخرب بيوتكم منك ليه؟ يا خرب بيتك يا خميس، يا خرب بيتك يا خميس. ليه يا ابني انت وهو تعملوا فيا كده يا ابني؟ ليه؟ حرام عليكم. هو انا عملت فيكم حاجه؟ قصرت معاكم في حاجه؟ ده انا احسن جامعه وديتكم فلوس وصرفت عليكم. ده انا كنت بطلع اللقمه من بقي واديها لكم. يا القرف ده. ياكي لا، انا لو طلع حاجه من بقه مش هاكلها. صح ليه يا رب ما خدتنيش قبل ما اشوف اللحظه السوداء دي؟ ليه خنجر وضربته في قلبي؟ ما انت كده هتتعب اكتر. احنا اسفين يا بابا يا خميس. مرك يا خميس وسط اصحابك الجواسيس. بص يا حاج، احنا ان شاء الله نوعدك هناخد كورسات، هناخد محاضرات، هناخد دروس خصوصيه، هنطبق. مش انت هتطبق؟ انا هطبق. وان شاء الله هنرفع راسك وهتبقى زي الفل. يلا بقى عشان نلحق السكشن من اوله. يلا فين؟ تعالوا هنا الله يخرب بيوتكم. عايزين تعملوا ايه تاني؟ استنوا ما تشوف بتاع الدليفري اللي نازل ده. استنوا يخرب بيوتكم. شوف ثعلب يعني نظر. سوح
ليه بس كده؟ ايه ده انت بتسرق عينك انت مش خايف؟ هو في جاسوس بيخاف يا مغفل؟ هو جاسوس، احنا نسينا الحكايه دي. فاتتنا دي، معلش انا اسف. الحق بص ايه اللي بيحصل هناك؟ يا لهوي ايه ده؟ معلش ايه ده؟ وعايز نبص هناك عشان هو يمشي. يا خوي بص على العصفور. ايه ده؟ يا ربي، ايه ده بقى العجب ده؟ يا الهي، ده العصفوره دي ولا ايه دي؟ ده ايه؟ طب ايه؟ طب ده اهبل بقى ده ولا ايه؟ يا ابني معلش. ما هو واقف ورا الشجره، هو كده فتك يعني؟ معلش، راجل كبير في السن واجتهد وبذل مجهود وكده. اي حاجه. خميس راح فين؟ ايه ده؟ مش معقول، ده كان واقف جنبينا هنا من ثانيه واحده. يا ربي ده حويط قوي. ده ايه الجاسوس الغريب ده؟ ده جاسوس جامد. يا لا اطلع يا لئيم. جاسوس قوي. جاسوس قوي. يلا بينا هتشل. حويط. بص، قواعد نحو وصرف، يبقى انت جاي في ملعبي. تمام. انا غول في الحته دي. نبتدي يعني، خلاص نخش. يلا على الاسئله. اول حاجه بيقول لك استخرج من القطع. انت بتحب تستخرج؟ ماشي، لو ما في استخرج عادي. اصل انا ما بحبش استخرج بصراحه، بتضايق يعني. انا ممكن اعرب مع تحتها خط، لكن استخرج دي ببقى بتحرج يعني، لازم ابقى قاعد براحتي وكده. طب خلاص، خلينا نستخرج واللي انا استخرجه انت عاربه. طيب خلاص ماشي. ايه بقى عندك؟ بيقول لك اول حاجه شبه جمله. شبه جمله؟ ايه شبه الجمله دي؟ بص، شبه جمله دي اللي هي بتبقى جمله مش تمام، فاهم يعني؟ زي انصاف الرجاله كده، يعني اللي هو انت لما بتشوفها في القطعه ما تعرفهاش، لازم من المواقف، موقف ورا يومين ثلاثه كده، كام موقف تعرف يا دي شبه جمله، عارف اللحظه دي؟ طب ما احنا كده دي محتاجه موقف عشان تبان، هي المواقف اللي تبين اشباه الجمله. ما احنا مش هنستخرج بقى دي لا، بعد دي مش موجوده. لا بعد ما ده عايزه موقف عشان نقدر نستخرج، فتسيبك منها. ماشي. طيب نستخرج اسماء الاشاره. لا دول انا عارفهم، دول عارف اسماء الاشاره، حافظهم. ايه بقى؟ اصفر واحمر واخضر. طب اعرب رخصه بقى. اصل انت لو كسر اشاره يبقى هتعرب رخصه لازم، او هتعرب مبلغ، فانت من نفسك كده اعرب رخصه وخلاص. بس تهيألي الاعراب رخصه هنا متوقف على مكانها في الجمله، لان دي ممكن تبقى مبني للمعتوه او مبني للدلدول حسب موقع الرخصه. او ممكن تبقى متدرسه ونخلص لو ليك حد هناك وخلاص. لو ليك حد هناك. طيب خلاص دي هنفوتها، مش مشكله. ابو، هو احنا ليه بنذاكر عربي واحنا ساقطين فيزياء؟ يعني هو اصلا ما فيش عربي في المواد كلها. لا يا معلم، لا، محتوى واحد. يعني احنا وقتنا ما ضاعش. لا ده ضاع ايه يعني؟ نعرف فيزياء؟ نعرف فيزياء. انا عايزه افهم حاجه، فلوس كورسات ايه اللي انتوا عايزينها تاني؟ انا خلاص حطيت صوابع العشرة في الشق منكم، ما تعملوا مجهود شويه، اعملوا مجهود وذاكروا. على ايامنا كنا بنذاكر على لمبه جاز وكنا بننجح، لا كان في كورسات ولا دروس خصوصيه. انا بفكر في مصلحتكم، والله هتسقطوا وبكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. بس والله العظيم كلب فيكوا هيسقط، مش هتشوفوا وشي تاني ولا هتعرفوا لي طريق جره. وروني بقى هتعرفوا تعيشوا من غير ازاي؟ ها؟ هي قلبت الحاجه ليه كده؟ مش عارف. ايه يا شاهي، في ايه؟ ما لازم فلوس عشان الكورسات، الفيزياء مكلفه. هو انا مش لسه مدياكوا فلوس كورس الفيزياء ده اول امبارح؟ ما هو ده الفيزياء 2. يعني ايه فيزياء 2؟ ليه جزء تاني؟ ليالي الحلميه هو؟ عسل شاهي. ها هتاخد كورس الفيزياء فين يا سمسم؟ هيكون فين يعني؟ في العضل يعني. خدها فين؟ هتبقى خباص وتقول ليس. هاخد الكورس فين يعني؟ عند بتاع الكورسات. هو بيعمل كورسات تحفه. فاكر اللي هو اللي بوش ده كنت فين امبارح يا سمس؟ عند بتاع الكورسات، بس اصغر بقى. عشان الحمو. ما بنتقلش في العشاء عموما، بالذات المين كورس ده بيبقى بتاع الكورسات عنده كبير. يعني انتوا ما كنتوش بتلعبوا بلياردو امبارح؟ اللي بلياردو ده؟ بلياردو ايه يا شاه؟ بلياردو احنا سفهاء؟ مش في مذاكره عندنا بلياردو. والصوره اللي انت نزلتها امبارح على الانستجرام يا ابو؟ انا برضو اللي خباص وانت عمال تريتويت وانستجرام وفضحنا. لا ما انا نسيت اقول لك الدرس امبارح اتلغى علشان المعيد جات له حاله وفاه وحاله برد. هو دايما بيجي له برد بعد الوفاه، لان الوفاه بتبقى بعيده وفي الطل فبيبرد. طيب انا بقى هكلم مامة علي دلوقتي وهعرف منها كل حاجه. ما اسمعش صوت. بلاش مامة علي، بتبقى في الشغل دلوقتي. ازيك يا سناء؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ وحشتيني جدا. انت كمان والله. ايه ده بذمتك؟ جددتوا اشتراك النادي؟ يا ولاد اللذينه، ودفعوكوا غرامه؟ شوفي والنبي الحركات. مفيش مشكله يا حبيبي. لا اكيد والله العظيم الاسبوع الجاي لازم هنتغدى مع بعض، اكيد يا حبيبه قلبي. بقول لك ايه، هو علي راح الكورس امبارح؟
كورس الفيزياء. هو جنبك؟ اديني والنبي اكلمه. خباص وعارفه عارفه. ازيك يا علي؟ قول لي يا حبيبي، انت رحت كورس الفيزياء امبارح؟ طيب يا علي، اشوفك مع مامي الاسبوع الجاي، لازم تيجي تتغدى معانا. ماشي يا حبيبي، ماشي، باي باي. الله العظيم 3 انا هشرح لك كل حاجه بس من غير نرفزه. انا مش عايزه اسمع صوتك، ومن هنا ورايح لا في فلوس ولا في خروج ولا في زفت انترنت، وهرمي البلاي ستيشن دي في الزباله. لا بقى ده ظلم بقى، ده كده كتير. وبعدين على فكره مامة علي كانت بتقول عليك ان انت بخيله وشعرك اصفر. ها وما بتعرفيش تطبخي. طب لو نجحنا تجيب لنا عجله؟ احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بقول لك ايه، تيجي نقلب الفلوس من شنطه شاهي؟ يا ابني احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا عايزين نسرق فلوس من شنطه شاهي؟ احنا عايزين نسرق المايكرو فيلم من الجامعه عشان الوصيه والمصيبه اللي احنا فيها. يا ابني كده المايكرو فيلم ده عندي خطه ليه، ما هنسرقه. انا كل اللي شاغل بالي دلوقتي بقى ناخد فلوس من شنطه شاهي. ليه يعني؟ مش احنا امبارح واحنا بنلعب استيميشن الواد هاني الزهيري كان مراهننا على فلوس ان هو يكسبنا؟ احنا بقى ناخد فلوس من شنطه شاهي يا معلم، ونروح النهارده نلعب بولت استيميشن نقلعهم. يلا بينا. ايه رايك؟ ماشي. فير. تقلعوا مين؟ الورد، نقلع الورد من على الشجر عشان ما ده في الفيزياء. طيب نركز مع بعض بقى في الخطه، عشان انا مش عايز اتف على حد ولا اعيد الكلام ده مرتين. على فكره يا مستر ابو، انا سعيد قوي ان انا هشارك معاكم في الخطه الجهنميه دي، وكمان حضرت معايا كل اجهزه وملابس التنكر. انا ممكن افجر نفسي عشان اثبت لكم بولائي. صدقوني هرفع راسكم. طبعا هو لما هيفجر نفسه هيرفع راسنا، فاهم؟ كلنا. هيفجر نفسه باجهزه التنكر. عشان لما اقول لكم ان انا مبتلى ما بتصدقونيش. الخطه دي انا هسميها الخطه ابو دومه، والخطه دي محتاجه 4 اشخاص. ايوه. طب وانت ليه قافش على 4؟ يا ترنيب ولا استيميشن؟ يعني ما تشوف حاجه لينا احنا ال3 وخلاص. ممكن ابقى الرابع انا؟ ممكن انا رابع يا ابني؟ انت غبي، احنا 3. الرابع بتاعنا عم ضياء. يا غلبي. 4 ليه؟ القبر ما بيشيلش غير واحد بس. نهار اسود، ممكن استاذن انا؟ اقعد. مبسوط كده؟ ارتحت؟ ما كنت خليتها 3 وجم مشترك وخلاص. بس يا عم ضياء على الروح الايجابيه والطاقه الجميله اللي انت مالي الاوضه بيها. لو عشنا وكان لينا عمر لحد يوم الخطه ابو دومه بتبدا بشقتين فول. الدكتور حسين متعود يبعت عم علي الفراش كل يوم يجيب له شقتين فول، زيت زيتون، طحينه زياده من عند ابو دومه بتاع الفول، مع كوبايه شاي على الفطار. هنا هيجي دوري انا واديله سيف يد يغمى عليه، وهنا بيجي دور عم ضياء لانه بيتنكر مكان عم علي. الخطوه اللي بعد كده هنحط انتينال في السندوتشات. الانتينال بيجيب اسهال معروف. لا معلش، انا بيتهيألي الانتينال بيعالج الاسهال، مش كده ولا ايه؟ مش عارف. هنحط اي حاجه بتجيب اسهال. ممكن نحط انتينال على اساس انها ماشيه. نحط اي حاجه بتجيب اسهال. اي حاجه بتجيب اسهال. خلاص. الدكتور هيتعب، هيطلب الدكتور. دي معروفه. الدكتور لما بيتعب بيطلب دكتور. ايوه طبعا. والظابط لما بيتعب بيطلب ظابط. وابن المحامي بيطلع محامي. وابن الدادا لما بيتغابى بياخد بالجزمه على وشه فيطلب دكتور. انا احب الغباوه دي. معروفه. هنا بقى يجي دور محمد. يس. محمد هيكشف على الدكتور وينصحه بانه لازم يروح المستشفى، وبعدها هيفجر نفسه عشان كلنا ما نتكشفش. الدكتور يروح المستشفى، ندخل انا وسمسم نجيب الميكروفون. طب ما نحط له سم في الاكل ونريحه من العيشه اللي احنا عايشينها دي ونخلص. بتفتري عليا ليه؟ عشان ما ربنا بيديك يا اخوانا، يا اهل الجامعه، يا اهل العلم والدراسه والأول ساينس. صاحبك جه من ورايا وضربني على راسي. طيب بالراحه. ضربك لدرجه ان انت تصرخ كده؟ ما الانسان بيتولد وهو بيصرخ، وبيعيش وهو بيصرخ، بس بيموت وهو ساكت. اهو
طبطنا على خدودنا كفايه بقى، ده احنا ماشيين بمسكنات. خلاص يا حاج معلش. حالي يابا لا يابا لا ليه ابنك كان بيمشي في الجامعه رافع راسه وفي البلد بقى بيتضرب على راسه. كنت بقى الحقوني هو ليه مكبر المواضيع كده؟ الصوت العالي ده يا حيوان منك له. ضربوني يابا الدكتور يا كبير الجامعه. هات لي حقي، اعمل لي مجلس عرفي وهات لي حقي يابا. مين دول اللي ضربوك يا حيوان؟ يا حيوان الشاي سخن، الشاي سخن. مش هيبقى اسخن من نار جهنم اللي هتتشوي فيها بسبب الاسئله الصعبه اللي بتحطها للطلبه. افتكر ان في الاخره في امتحان، بس اسئلته اجباري ما فيهاش اختياري. افتكر وانت بتحط للطلبه ضاد جيم انك هتاخد في الاخره ضاد جيم. ابو الخطه ان احنا كنا نجيب للراجل اسهال مش نجيب له جلطه. عم ضياء تقيل عليه قوي. بص عمل فيك انت شخصيا ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسب. وانتوا كان نفسي اقول لكم مع اطيب تمنياتي بالنجاح زي ما بيكتبها لكم في اخر الامتحان، بس كله رايح، كله رايح، كله رايح، بس كله رايح، كله رايح، كله رايح. طبعا كده في جيل كامل من مواليد التسعينات انتهى زي ما انت شايف، وامرنا لله. ايه ده؟ سمسم المكتب فاضي. تفرق ايه بقى المكتب فاضي ولا مش فاضي؟ كله روح روح. اللي بيسرقوا بالراحه علشان ما يكشفوش. انا عارف فدايما يبقى صوتنا في الليفل ده كده. ما انا فاهم دي. ماشي بقى، بطمن يعني. ايه ده؟ الراجل ده ذوقه وحش قوي. وريني. الله يكسفك يا اخي على اللي انت عامله فينا. برفان ايه بقى يا اخي؟ شيل. احنا في ايه ولا في ايه؟ يا فرج الله، شوت صوتك يا حيوان. يا فرج الله. ايه ده الميكروفيلم؟ لا يا ابني كده خلصت، ده امتحان الفاينل. يلا بينا. هنعمل ايه يا حبيبي بامتحان الفاينل؟ يا حبيبي مش مهم، انت عارف ده معاك معناه ايه؟ معناه ان انت قفلت كده، انت عديت. يا ابني احنا كنا بنمتحن وحريصين ننجح عشان نخش المكتب ده. احنا دلوقتي اهو في المكتب. بس انا كان نفسي امسك فاينل في ايدي. بتعملوا ايه؟ والله يا دكتور زي ما حضرتك فاهم، ده هو البرفان اصلا. انا كنت عايز اشم حاجه. يا حراميه يا لصوص يا نور، بتسرقوا الامتحانات؟ او المصحف ده احنا كنا بنسرق الميكروفيلم. عز الدين يا فندم هو اللي اخلص. انتوا ما ينفعش تتعلموا في الجامعه، انتوا تترفضوا الجامعه. بره يا دكتور. طب خلاص يا عز سمسم يا ايه نيازي، بس يا نيازي. خلاص كل حاجه باظت، كل مجهودنا راح. احنا اترفدنا من الجامعه يا ابو. فاهم يعني ايه اترفدنا من الجامعه؟ يعني انا بقيت دلوقتي انسان تافه عالة، هاخد فلوس من قرايبي ومش ممكن واحده ترضى بيا ان انا اتقدم لها. ممكن لو سمحت كفايه والولا زي الستات. وبعدين انت في كل الاحوال غبي وتافه وعالة علينا، احنا اللي بنصرف عليك، وكده كده مفيش واحده هتقبل بيك بالغباوه دي. بس ما باخدش فلوس من قرايبي يا ابو. تاخد بقى فلوس علشان تبقى مكتمل بقى، تبقى كريه من كل النواحي. السوق طعمه وحش قوي، ودي اول مره في حياتي. خلاص بقى يا ابني، حصل خير. انت مالك واخد الموضوع على صدرك كده ليه؟ وبعدين شهادات ايه اللي بتفكر فيها يا سمسم؟ حبيبي انت كويس، انت مش دايما بتذلني ان انت واخد شهادتين ومتخرج من جامعتين. انسى بقى اللي هنا ده. عرف ده. طيب في موضوع فرعي كده مش مهم بقى خالص، يعني مش وقته في الحزن اللي احنا فيه ده. قصه خميس والوصيه والمايكرو فيلم. لو ما ودينالوش المايكرو فيلم هيعمل فينا زي ما بيعمل مع بتوع الدليفري. ده فعلا مشكله فرعيه مش مهمه قوي يعني. ربنا ينتقم منك. الهي يا رب اشوف فيك يوم يا شيخ. ومع ذلك طمن. طمن ايه يعني؟ بتتعامل مع عويل يالا ولا ايه؟ ايوه انا بتعامل. العلبه دي فيها ايه؟ انت بتفرش لي عشان اقول افيهات وحشه؟ اقول لك فيها فيل وتهزقني والهزار ده؟ طب ما انا ممكن امشي. لا استنى. طب روق والله العظيم روق. لو هتستظرف بالشكل ده ما انا ممكن امشي. العلبه دي فيها ايه يا ابو؟
العلبه دي فيها مايكروفيلم. لا يا شيخ، والله العظيم. عملتها ازاي دي؟ عيب عليك يالا، اثناء ما الدكتور كان بيشطفنا ويهزق فينا رحت انا. يا ابن القرود. سمسم ممكن ما تقولش يا ابن القرود دي لو سمحت؟ دي حاجه حلوه اصلا. لا مش حاجه حلوه خالص، دي اهانه جدا. يا ابني المفروض بشعرك ده تتقبل اي حاجه زي دي. سمسم ما تقولش يا ابن القرود دي، انت عارف القرد ده بيبقى لا معلش انت كنت بتقول يا ابن الداده طول عمري ده بني ادم عادي، لكن القرد بتبقى يا حبيبي. طب ممكن بقى نوقف المقارنه ما بين الداده والقرود عشان ده مش في مصلحه. طب ما تقولش بقى يا ابن القرود دي خلاص تاني. ما نقولش بقى داده وقرود. انا هقول لك يا ابن الداده بس انت ما تقوليش يا ابن القرود. هتقول يا ابن داده هقول لك يا ابن القرود. ممكن نمشي بقى عشان نلحق خميس؟ يلا بقى نحتفل بقى، احنا انجزنا يا راجل. الحمد لله. ايه مالك مساهم ليه كده؟ مش عارف، انا حاسس ان احنا ناسيين حاجه، ايه بقى مش عارف. بروحوا فين؟ يا مستر سمسم، يا استاذ عمو، مش قادر. انا محصور، مش قادر. يا جماعه في حمام هنا؟ في حمام هنا؟ محصور. لا مش قادر. ثعلوب. السلام عليكم يا عم جاسوس. ابو سماسم، طمنونا عملتوا ايه؟ عيب عليك يا معلم. ابو خطط، ابو نفذ، خميس امضي. داده. ابن داده. داده انا شطف. اسف، سوري. بص ابو خطط، ابو نفذ، سمسم شارك، خميس امضي. هي جمعه اجازه. هوبا. واو، انا مش عارف اقول لكم انا قد ايه فخور بيكم يا جماعه. ما تقولش كده يا خميس، احنا كلنا فدا مصر. انتوا بجد اديتوا طعم جديد للشيبسي في مصر. كل بيت بيحب الشيبسي هيدعي لكم. مصر تقشر واحنا ننفذ عم خميس. لا، مصر قشر، ابو نفذ، سمسم هبل. جمعه اجازه برضه. يلا بقى بالايد الجاسوسه الجميله دي نشوف الامضه القمر. سوسه ايد جاسوسه. انتوا نفذتم الوعد بتاعكم. أيوة. وانا دلوقتي هنفذ لكم الوعد بتاعي. بص هنفذ اهو. شفت عمل كده ليه؟ بيمضي بخطوره طبعا. بص امضه الجواسيس طبعا. ايه ده؟ فظيعه. شفت بالحبر حاجة؟ السري. مش شايفها عشان بسحب رسالة. اتقل عليها بقى يومين كده هتلاقيها طلعت. ودلوقتي يا ولاد جه الوقت اللي اقول لكم فيه الوداع. بالسرعة دي يا ابن بلدي. يا سيد ابو، حياة الجاسوس مننا بتبقى صعبة قوي، لكن أكيد يا سمسم أكيد في مهمات كتير مستنياني لأجل بلدي. إيه ده؟ ايه يا خبر أبيض، بص ايه ده؟ بص اللي هيحصل ده. إيه ده بص ايه ده؟ مش انت المفروض زي الافلام بتختفي مع الاتوبيس مع التعدية دي؟ ما هو أنا شفته لقيته رايح أول الحصري، أنا نازل أول عباس. يا ابني ما قلتش ليه؟ طب ناخدك معانا. احنا كان ناقصنا جاسوس جنب السواق. والله ما فيش، مش منزلك اول عباس. ما لا، ده طريق، ده طريق السخنة. أنت لسه ما رحتش من ساعتها. نروح بس نروح مع بعض بقى. مش هعطلكوا يعني ولا حاجة؟ يا عم ايه يا عم في ايه يا ثعلب؟ بجد والله. يلا بينا حبايبي. جاسوس واللي راكب جاسوس. يا سلام على الصحوبية العسل. يا مصر وانت الحجيجة وانت اغترابي وشجاية. طعم النجاح حلو قوي يا سمسم. عارف يا ابو، عارف انا اول مره احس ان مصر دي بتاعتي قوي. لا يا سمسم، مصر دي بتاعتي انا. طب انت ليه بتشبط في كل حاجه يعني؟ دي مشاعري، ليه تاخدها وتحط صباعك جوه؟ خلاص يا معلم، مصر بتاعتي وبتاعتك يا سمسم، وبلدنا في القلوب بتشال. ايوه، مصر امي وامك. طب ليه بقى كده طيب؟ انا قصدي يعني في الحماس كده يعني. اديها لك عشان الحاله الجميله اللي احنا فيها دي. مصر هي امي، نيلها هو دمي. ايه مش انتوا اب وسمسم؟ انا السيد اكسم كميل. مفيش راجل بيقول على نفسه كده على فكره. انا رئيس جمعيه الجاسوسيه للجميع. اخبار خميس ايه؟ طب ايه، مش هتقول لنا اتفضلوا ولا هنتكلم من على الباب كده؟ اتفضل. يعني مش عايزين تعترفوا؟ اعترف بقى حضرتك، هو انت قلت حاجه؟ احنا فتحنا الباب وجينا قعدنا على طول. بص يا فندم، اكيد بالمنظر اللي احنا قاعدين فيه ده يعني هنعترف هبل باي حاجه، بس ممكن تقول لنا هنعترف بايه علشان خاطر نبقى معاك في نفس الاطار؟ انتوا ساعدتوا خميس في الاستحواذ على المايكروفيلم، مش كده؟ يا ابن اللعيبه، طب
عرفها ازاي دي بقى؟ انا جاسوس قديم يا بابا. هو جاسوس قديم ولا اكسم جميل؟ هو انتوا مش مقدرين حجم المصيبه اللي انتوا عاملينها؟ انتوا خربتوا البلد، بوظتوها، انتوا عار على مصر. لا بعد اذنك يا فندم، انا مش هسمح بحد يزايد على وطنيتنا ابدا. احنا لسه انا والراجل ده عاملين خدمه جليله للوطن. بس ما بنحبش نقعد نقول وبتاع. واضح جدا ان الاشكال دي ممكن تعمل خدمات جليله للوطن. انتوا عارفين المايكرو فيلم ده كان عليه ايه؟ وكان هيروح لمين؟ اقول عادي قدام الرجاله امان؟ امان. اللي قدام حضرتك دول مش كوركات يا فندم. الميكروويف، الميكروفيلم كان عليه نكهة بطاطس شيبسي سبايسي موحوحة هتنطر البلد نطرة في حتة تانية خالص. يا حبيبي، واهاليكوا بقى في البيت بيسيبوكوا تاكلوا البطاطس الشيبسي الموحوحة دي، ولا بيخافوا عليكوا وبيضربوكوا؟ ممكن يا فندم كفايه سخريه مننا بقى، لان احنا يعني ولاد ناس جدا، وتقول لنا بقى الميكروويف ده كان الميكرو فيلم ده كان عليه ايه بجد؟ تمام. الميكرو فيلم ده كان عليه علاج لمرض خطير بيهدد 3/4 شعب مصر. سهل؟ كان عليه علاج الضغط والسكر. اجري يا عم اجري، خضتنا بقى. كل الفيلم ده عشان ميكروويف عليه حقنتين انسولين. يا ابني بيقول لك ضغط وسكر. انت عارف ان الدوم ده لو ضغطك عالي بيوطيه ولو ضغطك واطي بيعليه؟ لا ده العناب لو ساقع. افتي بس خلاص، هو اي كلام. الله، انا عندي احساس والله اعلم، مش عارف حقيقي ولا لا، بس احساس كده ان احنا اتضحك علينا. خميس ده اصلا اكس جمعيه الجاسوسيه للجميع. يا نهار اسود، اكس الجمعيه؟ يعني سابوا بعض؟ دول كانوا لايقين على بعض موت يا ابو. تلاقي بقى الجمعيه دلوقتي قاعده تبص على الفيسبوك بتاعه بالليل وتسكرول وتعيط هو المخده ما تشيلش 2 حلوين. وبعدين شغل الجمعيات بقى انت فاهم. اللايكات من اكس جمعيه الجاسوسيه للجميع، يعني كان شغال معانا في الجمعيه وسابنا، ودلوقتي المايكرو فيلم معاه وهيبيعوا لدوله اجنبيه، وانتوا السبب. يعني احنا اتخدعنا؟ بس احنا عارفين مكانه يا فندم. احنا ممكن ندلكم عليه، وحضرتك بقى تروح بقى تاخد حاجتك كلها وتعمل بقى اصوات ويجيبوا. لا يا حبيبي، زي ما اديتوله المايكرو فيلم هتجيبوه منه، يا كده يا كده. هتلبسونا كرافتات؟ لا دي مشنقه كده، كرافتات بتبقى مبيتي. ايوه صح، تبقى كده. حودة هواج الجواسيس. اهلا ازيكم بهوات؟ تعال امروني يا بهوات. خالتي بتسلم عليك. الله يسلمها يا سيدي. الجواسيس في العش ولا طارت؟ مش عارف والله. السفينه جت من اتينا. طب ما يلا بينا. البوكيه وقع على الباركيه. طب وحصل له ايه؟ كان في الانتريه باين، مش في الباركيه. ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ ايه نسينا كلمه السر ولا ايه؟ يا نهار اسود، طب اللي بينسى كلمه السر بيعمل ايه في الحاله دي؟ يبعت ايميل ولا يعمل اكونت جديد بقى ولا يعمل ايه؟ بس يا هبل احنا بنهبل بنقول اي كلام، مفيش كلمه سر اصلا. مفيش كلمه سر، القهوه مفتوحه كده. بس بقول لك يا حوكه. قول يا عم. هو خميس الجاسوس فين؟ خميس الجاسوس؟ والله العظيم من اخر مره كان قاعد معاكم فيها انا ما شفتوش. طب ده ليه معنى؟ ده كده معناه ان هي متيسره خالص. طب حضرتك ما تعرفش يعني ممكن نلاقيه فين او ساكن فين؟ بص، هو في بلوكات في اخر الشارع هنا. على ما اعتقد في واحد منهم. البلوكات الكتيره دي؟ الجميله اللي هناك دي. طيب ملمومه اهي. شكرا يا حوده هواجي الجواسيس، شكرا. متشكرين يا ريس. بص بقى يا عمنا، البلوكات دي كتيره وفيها شقق ياما. عشان نشطب على الشقق دي هنعمل ايه؟ حاجه من الاتنين، يا نعمل بتوع غاز طبيعي يا نعمل ستات صينيات ونعدي على بيت. حبيبي يا سمسم. ايه وحشتك؟ طب بهدلت معايا في الوصيه دي قوي. انا كان دمي خفيف قبل الوصيه فعلا. لا انت كنت بتفكر، كنت عاقل. اسمع، ايه؟ انا عارف هنلاقيها ازاي. انا عندي طريقه نجيب بيها خميس الجاسوس. بيحصل. هتقعدوا تشربوا حاجه يا رجاله قبل ما نقفل. عندك عرجاسوس؟ هو اللي فيه بتاع الجاسوس ولا عرجاسوس؟ وحش؟ ايوه يا ابو.
يا ابو انا مش عارف ازاي سمعت كلامك. انا مش عارف اعمل ايه، ده ريحه الاكل اللي في العربيه دي هتموتني من الجوع. يا ابني هي دي الطريقه الوحيده اللي هنقدر نوقع بيها خميس. طب يعني ليه تخليني انا ابقى طيار دليفري وطعم وكده؟ سمسم انا ما ينفعش ابقى طيار دليفري، انا بخاف من الطيارات. طب بتخاف من الطعم؟ وبخاف من الطعم. اجمد بقى، اجمد ما تبقاش عيل كده. اعمل زي بتوع الدليفري. اعمل بقى زي بتوع الدليفري ازاي بقى؟ قول لي اتصرف ازاي؟ اتاخر كتير، خلي دايما معكش فكه. يعني انا كده مش هتكشف؟ الله. انت مين ومين اللي بعتك؟ عايز تعرف مين اللي بعتني؟ يا ريت. مصر بعتتني يا خميس. ايوه انت مين برضو؟ انا اسف معلش ثانيه. مصر بعتتني يا خميس. سمسم؟ هفهمك. بعتني يا خاين؟ كنت مستنيك تجيلي دليفري. بس المطعم مشويات محترم ولا سوبر ماركت فخم، مش عش الدبابير يا خاين. الميزانيه خسعت معانا. بعتني كام يا نجس؟ لا الموضوع اكبر مني. انا ماليش دعوه، ده اللي بعتني حاجه اكبر بكتير. والله وقعت يا خميس. بعتوني يا خونه يا خونه. مش قلت لكم ادي الدليفري اهم؟ صدقتوني؟ ادي الدليفري اهو عشان تقولوا عليا مجنون. صدقتوني؟ اوعى اوعى سيبوني. ده الواد كان عنده حق، الدليفريه مستقصدينه فعلا. الدليفريه دي عيله ولا ايه؟ اصل في الدليفريه وفي القبضيه. انت انا بتلخبط. برافو 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 يا اولاد. طول ما البلد فيها شباب زيكم قلبهم عليها عمرنا ما هو انت بتدور على ايه يا ابو؟ الاستاذ مدحت صالح، مش ما هو المفروض في اللحظات دي بيخش ويغني؟ يا ابني ايه الهبل ده؟ واي كلام ناس محترمه نقول لهم كده. انا اسفين يا فندم، هو بيهبل بيقول اي حاجه. اسفين على ايه يا فندم؟ احنا اللي معلش. هو فعلا الاستاذ مدحت صالح كان المفروض يجي، بس هو للاسف عنده حفله في الاوبرا. والاستاذ محمد الحلو برضه كان المفروض انه يجي، بس يا خساره طلع عمره. تقبل ما شاء ربنا ان شاء الله. الله. مقبوله. نبقى نشغل حاجه مؤثره في العربيه بقى واحنا ماشيين. ما نروح ناخد دش ونشغل حاجه على تمام شغلوا انتوا بقى الحاجات دي وانا ماشي. برافو يا اولاد. ربنا يخليك. طيب انا فخور بيك يلا. انا بخاف من الدليفريه قوي. خلاص بقى انا فخور بيك. احنا عاملين انجاز يلا، عاملين انجاز المفروض نفرح. شفت منظر الدليفريه وهم داخلين؟ خلاص بقى والله عاملين انجاز المفروض نفرح. بس انا بتاثر قوي، دمعتي قريبه. خلاص افرح بقى، افرح يلا باللي انت عامله. عاملين انجاز حلو. ايوه اعمل كده بقى.